يا شيبي، يا شيبي، ايه يابا؟ هو انت ماشي بمبدأ يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى؟ ايه يا ابني؟ هو انت سبيت الراجل باهل بيته وشتمته ولعنت سلسفيله، تمام؟ وفي الاخر بتشتكي؟ ها؟ وزعلان انه رجع وقام سكعك على قفاك؟ يعني والله تصدق انت تستاهل قفايين كمان يعني ما ينفعش تشتم الراجل كده باهل بيته، يعني دي مش كوره دي يعني يا جدعان. والله انت بتعمل ايه يا عم شيب؟ بص يا عم شيب، انت بصراحه يعني انت يعني من اول ماتش ولا بصراحه يعني مش بلعك من اول ماتش، من اول ما لعبت في بيراميدز ولا بصراحه مش بلعك كده. عيل بتاع مشاكل ومشاكس كده ومش سالك، تمام؟ يعني اول الماتش عبد المنعم جاب جول في نفسه، انت اللي عامل العرضيه، تروح تحتفل تمام وتعمل كده. ها كده ايه دي؟ ايه دي حضرتك بتعمل ايه دي لجماهير الاهلي؟ نفهمها احنا ايه صغيرين احنا يعني؟ عرفت انك انت اللي بتاع مشاكل يا شيبي، انت يا بابا اللي بتاع مشاكل، تمام؟ وبصراحه تستاهلوا يعني. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ وبعدين يعني تفتكر مثلا حسين الشحات سابه يا جماعه كده وخلاص؟ لا والله، ده بص يعني عشان اي حد بيشكك، اي حد بليله لا مؤاخذه يعني بيشكك في مبادئ النادي الاهلي. امبارح يا جماعه حسين الشحات قبل ما يغادر ملعب المباراه عدى على شيبي وبص راسه واعتذر له، على الرغم ان شيبي اللي غلط في الاول. ماشي، احنا عارفين ان حسين الشحات برضه غلط ورد على الغلط بغلط اكبر منه، وهنتكلم كمان شويه في الموضوع ده، ولكن برضه الراجل بس على راسه واعتذر له. ومش بس كده، ده كمان اداره النادي الاهلي غرمت حسين الشحات. عارف اداره النادي الاهلي غرمت حسين الشحات ليه؟ غرمت حسين الشحات علشان اساء لايه؟ اساء لجماهير النادي الاهلي واساء لكيان النادي الاهلي. ها يا عم البليله اللي بتشكك في مبادئ النادي الاهلي وتقول لي فين المبادئ وفين مش عارف ايه، تمام؟ اللاعب امبارح اصلا النادي الاهلي وقع عليه عقوبه قبل اصلا ما يغادر ملعب المباراه. ماشي، سيبك بقى من عقوبه يعني رابطه الانديه وهنتكلم عنها برضو دلوقتي، انما النادي الاهلي اصلا عاقب حسين الشحات، تمام؟ ومش بس كده، ده حسين الشحات النهارده يا جماعه كمان طلع على الفيسبوك وصفحته على انستجرام وقدم اعتذار رسمي لجماهير النادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي ان هو حطنا في موقف زي ده. احنا مش متعودين على كده، احنا مش متعودين على كده، تمام؟ عشان كده الراجل النهارده اعتذر وقال كل المبررات وقال هو ليه عمل كده. تفتكر ان واحد محترم ومتدين زي حسين الشحات، تمام، جه الشيبي وهو معدي كده قال له يا حسين ازيك عامل ايه؟ والله يا جدع وحشني جدا. قام حسين الشحات رايح وقام ساكعه على قفاه. ايه يا عم انت؟ يعني اكيد الشيبي قال مصيبه، ما تقنعنيش. يعني حسين الشحات بيقول لك سب اهل بيتي، تمام؟ انا عايز اقول لك ان اكيد كان فيها مصيبه غير كمان سب اهل البيت دي، لان حسين الشحات كان متنرفز ومتعصب جدا لدرجه انه عمل فعل لا ارادي، وهو حتى بيقول لك في اعتذاره ده كان لا ارادي، ويعني رد خاطئ، رد فعل خاطئ. قال لك رد فعل مش فعل، على فكره مش فعل، تمام؟ والغريبه بقى يعني الناس بقى ايه بتعترض. النهارده لجنه المسابقات طلعت قالت ايه؟ قالت ايقاف حسين الشحات ماتشين وغرامه 20,000 جنيه، تمام؟ طلع لك بقى ايه؟ شويه بليله، تمام؟ طلع لك بقى كابتن خالد الغندور، تمام؟ كابتن خالد الغندور، ها واخد لي بالك؟ بيعترض على القرار. قال لك على كده بقى اللعيبه تسب لبعض، مش عايز اقول يعني هو مش عايز اقول هو قال ايه، تسب لبعض عادي، تمام؟ وتشتم بعض عادي ومد ايدهم على بعض عادي وياخد ايقاف ماتشين. لا حضرتك، هي مش ماشيه كده. فبلاش انت يا كابتن تتكلم عن القيم والمبادئ والكرامه، تمام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم مرتضى منصور، بسم الله الرحمن الرحيم مرتضى منصور، بس مش هقول حاجه تاني، تمام؟ اكتر واحد بيهز راسه واكتر واحد بيطلع يجعر في قناه الزمالك، تمام؟ هو انت يا كابتن خالد. وبعدين بقول لك ايه، بص يعني ما تنساش دي. شفت الصوره دي؟ ها شايف الصوره دي؟ ما تنساهاش الصوره دي. انا والله يا جماعه ما رضيتش اجيب لكم الفيديو بتاعها، لان الفيديو بتاعها فيه الفاظ منيله ب 60 نيله، بصراحه ما ينفعش اعرضها هنا على القناه عندي، تمام؟ دي بس صوره كده كان واقف كده بيتنطط لا مؤاخذه حافي ها على الخط وعمال نازل شتيمه وسب. ادي كابتن خالد الغندور اللي بيقول لك القيم والمبادئ، تمام؟ ونيجي بقى يعني لكابتن شيكابالا اللي النهارده حط بوست وقال لك ايه؟ قانون ساكسونيا.
قانون كابتن شيكابالا اكتر واحد محترم في مصر بيقول لك قانون ساكسونيا. اكتر واحد محترم في مصر اللي رفع جزمته لجماهير الزمالك قبل جماهير الاهلي، اللي مفيش ماتش بيلعب فيه غير لما بيعمل مشكله مع جماهير الاهلي وجماهير اي نادي، مفيش ماتش بيلعب فيه غير لما يعمل مشكله مع لاعب. طالع يقول لك قانون ساكسونيا. ساكسونيا ده ساكسونيا ولا روبابيكيا يا باشا؟ ده انت المفروض يتعمل لك قانون لوحده كده اسمه قانون شيكابالا روبابيكيا. فيا جماعه انتوا ازاي انتوا ازاي بتطلعوا بتقولوا الكلام ده؟ يعني ازاي يبقى العيب فيك وانت طالع تعيب؟ ما هو والله العظيم دي حاجه تنقط يا جماعه. الغريبه بقى ان الشيبي حضرتك يعني سافر السعوديه وبيقول لك لما سمع القرار رجع على مصر تاني لانه عايز يقاضي حسين الشحات، وبيراميدز بيستأنف على القانون بيستأنف على قرار الرابطه او على عقوبه الرابطه اللي اقرتها على حسين الشحات. يعني مش يعني بصراحه يعني اي جنازه ويشبعوا فيها لطم، يعني اي منظر وخلاص. بص ما احنا طلعنا ملط يعني السنه دي ما خدناش ولا بطوله، تمام، والبطوله الوحيده اللي خدناها ان احنا كسبنا النادي الاهلي وعطرنا سلسله الانتصارات بتاعته. فيلا بقى ايه نطلع بقى ايه نعكنن عليه ونعمل بوليكا ونعمل اي فيلم هندي وخلاص. ولكن يا باشا كل الافلام الهندي دي كلها ما تلزمناش يا باشا. شوف يعني اجعص حيطه واخبط راسك فيها. ازيدك بقى من الشعر بيت، تمام. طب اقول لك بقى ان اصلا النادي الاهلي دلوقتي بيجهز شكوى لرابطه الانديه في الشيبي، لان بصراحه يعني زي ما حسين الشحات اتعاقب لازم برضو الشيبي يتعاقب. ما هو انت مش هتشتمني وتخرجني عن شعوري وفي الاخر تيجي تشتكيني وما تتعاقبش. لا يا باشا، لو انت عايز تمشيها عقوبه يبقى انت برضو تعاقب الشيبي على التصرفات بتاعته، سواء اللي عملها مع الجمهور او اللي عملها مع حسين الشحات قبل الخناقه، وتعاقب حسين الشحات. وطبعا عشان بس نكون منصفين، اوعى تفتكر ان اي اهلاوي مع اللي عمله حسين الشحات، لان دي لا مبادئنا ولا اخلاقنا. مهما كان يا حسين برضو، مهما حصل معاك او مهما عمل معاك، ما ينفعش انك تمد ايدك، ما ينفعش انك تمد ايدك، لان في الاول وفي الاخر انت لا تمثل نفسك، انت بتمثل يعني كيان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي مش متعودين على الحاجات دي، واحنا مش احنا اللي بنصدر الحاجات دي. فاحنا يا جماعه بصراحه برضو عشان نكون منصفين، احنا برضو مش مع الاجراء اللي خده حسين الشحات. ولكن اولا واخيرا في الاخر زي ما بقول لك ان اداره النادي الاهلي عاقبت حسين الشحات، وحسين الشحات طلع اعتذر، ورابطه الانديه عاقبت حسين الشحات. اي حد عنده حاجه تانية يا جماعه، او اي حد نفسه في اي حاجه تانية، تمام، يشوف كده سلطانيه بليله ويشبع منها.